بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناة أخبار العالم. اليوم إن شاء الله تعالى لدينا نشرة أخبارية مهمة تتعلق بالشأن السياسي في ظل استمرارنا لتغطية الأحداث العسكرية والميدانية والإنسانية الحاصلة في قطاع غزة الآن جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ نحو اليوم 17 بعد 100. ابقوا معنا. إليكم عناوين نشرة الأخبار لهذا اليوم. لدينا الخبر الأول: حماس تدرس مقترحا لوقف إطلاق النار ونتنياهو متمسك بالنصر. ولدينا الخبر الثاني لهذا اليوم: ما الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على غزة من ضحايا وخسائر مادية إلى اليوم 17 بعد 100. وننتقل إلى الخبر الثالث لهذا اليوم: قتال عنيف في خان يونس والأمم المتحدة تدعو لمواصلة تمويل الأونروا. وننتقل إلى الخبر الرابع والأخير في النشرة الإخبارية لهذا اليوم: بعد قرار محكمة العدل الدولية، ما المتوقع من جلسة مجلس الأمن بشأن الأحداث في غزة؟ ابقوا معنا. إن بحضراتكم مرة أخرى من العناوين إلى التفاصيل. لدينا الخبر الأول: حماس تدرس مقترحا لوقف إطلاق النار ونتنياهو متمسك بالنصر. في التفاصيل، قالت مصادر مطلعة إن حركة حماس تدرس خطة من 3 مراحل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ستؤمن الإفراج عن أغلب الرهائن الإسرائيليين، لكنها لا تلزم إسرائيل بإنهاء الحرب. ورئيس الوزراء الإسرائيلي يصر على النصر المطلق على حماس. وقالت مصادر مطلعة أن حركة حماس تدرس خطة من 3 مراحل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ستؤمن الإفراج عن أغلب الرهائن الإسرائيليين، لكنها لا تلزم إسرائيل بإنهاء حربها مع حماس. ويعتمد نجاح هذه الخطة على إذا ما كانت حماس ستوافق أم لا على المرحلة الأولى من دون الموافقة على إنهاء الحرب بصفة دائمة، وهو مطلب جوهري لحماس حتى الآن. وعد الخطة رؤساء أجهزة المخابرات للولايات المتحدة وإسرائيل ومصر ورئيس الوزراء القطري أيضا. وقال رئيس الوزراء القطري إنهم لا يعلمون رد حماس ولا يمكنهم التنبؤ به. وقالت حماس لرويترز في بيان إن المقترح سيشمل 3 مراحل، منها الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم الحركة وعن سجناء فلسطينيين في إسرائيل. وأكد البيان بعض تفاصيل إطار عمله. وقد قال في وقت سابق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تسحب قواتها من القطاع قبل أن تحقق النصر الكامل، ولن يتم إطلاق أي سراح من السجناء. وبجهة متصلة بصفقة تبادل الرهائن، نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بنودا لصفقة رهائن محتملة بين إسرائيل وحماس. ويشير تقرير الصحيفة أنه سيطلق سراح جميع الرهائن المدنيين الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة خلال وقت إطلاق النار الذي من المفترض أن يمتد لمدة 6 أسابيع برعاية الولايات المتحدة وقطر ومصر. وستطلق إسرائيل بموجبه سراح المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة بمعدل 3 فلسطينيين لكل رهينة. وتشترط الصفقة إعادة تموضع غير الداعم للقوات الإسرائيلية بعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان في القطاع، وزيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة. ويدرس طرفا النزاع على الصفقة المحتملة التي قد تشمل فترات توقف إضافية للقتال بعد وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، وسيتم خلالها إطلاق سراح جنود الجيش الإسرائيلي المحتجزين وجثث الرهائن الذين تم قتلهم على يد حماس. وننتقل إلى الخبر الثاني لدينا لهذا اليوم: ما الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على غزة من ضحايا وخسائر مادية في اليوم 17 بعد 100. نشر المكتب الإعلامي في قطاع غزة للحرب على القطاع إحصائيات الخسائر البشرية والمادية نتيجة القصف والعمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة. وأوضح المكتب الإعلامي أن إسرائيل ألقت منذ بداية الحرب 66 ألف طن من المتفجرات كانت سببا بارتكاب ما وصفه ب 2269 مجزرة على النحو التالي: 11,500 ضحية من الأطفال وصلوا للمستشفيات، و8,000 امرأة، و507
من الأطقم الطبية والدفاع المدني والصحفيين، ويبلغ عدد إجمالي الضحايا 26,751 وأكثر من 65,000 جريح، وما زال هناك مفقودون تحت الأنقاض وأن مصيرهم مجهول وهم 7,000. وبالنسبة للأضرار المادية التي حصلت في قطاع غزة الآن، أكثر من 70,000 وحدة سكنية دمرت بشكل كامل، أكثر من 290,000 وحدة سكنية دمرت بشكل جزئي، خروج أكثر من 30 مستشفى و53 مركزا صحيا عن خدمة، تدمير 122 سيارة إسعاف وتعطيلها عن العمل، تدمير أكثر من 99 مدرسة وجامعة بشكل كامل، تدمير أكثر من 290 مدرسة وجامعة بشكل جزئي، تدمير 200 موقع أثري وتراثي في القطاع من أصل 325، تدمير 161 مسجدا بشكل كامل، تدمير 295 مسجدا بشكل جزئي، تدمير 3 كنائس، تدمير 140 مقرا حكوميا. ويضيف البيان الحكومي في غزة أنه ومنذ بداية الحرب نزح قسريا نحو 2,000,000 شخص في قطاع غزة نتيجة القصف والعمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في مناطق سكنهم، فيما يعيش النازحون في مراكز اللجوء والمدارس في حالة إنسانية وصحية صعبة للغاية، حيث يعاني 700,000 نازح من الأمراض المعدية بسبب النزوح، من بينهم 8,000 مصاب بعدوى التهاب الكبد الوبائي وفقا للبيان. شكرا لحضراتكم على استمراركم معنا للاستماع للنشرة الإخبارية لهذا اليوم، ونستمر في نشرتنا الإخبارية في خبرنا الثالث لهذا اليوم. قتال عنيف في خان يونس، والأمم المتحدة تدعو لمواصلة تمويل أونروا. تشهد مدينة خان يونس قتالا عنيفا شرسا الأربعاء وسط دعوات من الأمم المتحدة إلى مواصلة المساعدات لغزة عبر وكالة رفض وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. وخلال الليل قال شهود عيان لوكالة فرانس بريس إن قصفا عنيفا طال مدينة خان يونس المدمرة في جنوب قطاع غزة، حيث تخوض القوات الإسرائيلية معارك ضارية وشرسة على الأرض مع مقاتلي حركة حماس. والأربعاء قال الجيش الإسرائيلي أنه قتل ما لا يقل عن 25 مسلحا فلسطينيا في معارك قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، كما فقد 3 جنود إسرائيليين في معارك الأجزاء الشمالية والجنوبية من القطاع، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز. ومن جانبها أفادت وزارة الصحة في القطاع التابع لحركة حماس عن مقتل 125 شخصا خلال أعمال العنف في غزة منذ الثلاثاء حتى صباح الأربعاء. وبدورها أفاد الطواقم من مستشفى الأمل أحد أكبر مستشفيات المدينة إلى جانب مجمع ناصر الطبي عن قتال في محيطه وعن نقص في المواد الغذائية والمواد الطبية. وقالت فلسطينية فرت إلى رفح: خرجنا من مشفى ناصر الطبي بدون فرشات وتحت نيران قصف الدبابات المستمر القصف الجوي، لم نعرف إلى أين نذهب ولم يحددوا لنا مكان نذهب إليه، نحن نعيش في البرد من دون خيام ولا شيء للبقاء على قيد الحياة. وننتقل للخبر الرابع والأخير في النشرة الإخبارية لهذا اليوم. بعد قرار محكمة العدل الدولية من المتوقع من مجلس الأمن بشأن جلسته بشأن غزة. في التفاصيل بالتزامن مع اجتماع مجلس الأمن الدولي للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا إسرائيل لمنع أي إبادة جماعية محتملة في قطاع غزة، تثير تساؤلات حول المتوقع من الجلسة وتداعياتها القانونية وما هو سوف يحصل خلال الأيام القادمة. ويأتي الاجتماع هذا الذي يأخذ الأربعاء بعد طلب من الجزائر بغية إعطائه وإلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يفصل إجراءات المؤقتة المفروضة على إسرائيل، حسب ما قالت وزارة الخارجية الجزائرية. قبل يوم من انعقاد الجلسة، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الثلاثاء مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل بتنفيذ قرار له محكمة العدل الدولية وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا. الشكر، كل الشكر لكم لحسن استماعكم لنشرة أخبارنا لهذا اليوم.
إذا أعجبكم هذا الفيديو أن الإعجاب من الاشتراك التعليق المشاركة والمتابعة حتى يصلكم كل جديد إن شاء الله تعالى، وشاركونا بآرائكم واقتراحاتكم في مربع التعليقات. شكرا لكم ودمتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.